القوات الأمنية الجزائرية في تيابزا تبحث عن المجرم هشام عطية الوهراني الذي ظهر في مقطع فيديو خطير حيث قام بمشاهد صادمة لتعنيف شاب. حسبي الله ونعم الوكيل. فيديو يدمع له العين وتحزن له القلوب في تعنيف شاب الضحية الذي ظهر في الفيديو الذي تعرض للضرب والسحل والتعذيب في مشهد يجسد انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية. الشاب يستغيث بهشام ويقول له: أنا أخوك يا هشام، إلا أن لمساعدة الجهات الأمنية أي حد يعرف مكان اختباء المدعو هشام الوهراني المقيم في بوسماعيل ولاية تيابزا يبلغ مصالح الأمن في أقرب وقت. مقاطع صادمة ظهرت مشاهد عنيفة غير مسبوقة في الجزائر بطلها المدعو هشام الوهراني المقيم في ولاية تيابزا بوسماعيل رفقة مجموعة من الأشخاص الذين باتوا يرهبون ويزرعون الرعب في نفوس العائلات. ففيديو الذي شاهد هذا الشخص يحمله سياقا يهدد به عائلته داخل حي سكني ويزرع الخوف بين الشيوخ والنساء. وفي مقطع آخر ظهر وهو يسب امرأة مسنة بألفاظ نابية ويحمل سكينا من الحجم الكبير. واليوم صدر الرأي العام بمشهد ثالث أكثر فظاعة شاب يختطف ويسحل ويعذب ويوثق الجريمة بفيديو وكأنه مشهد من زمن بلا قانون ولا ضمير. ولكن هناك ثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتنا الأمنية في دولة الجزائر التي طالما تحركت بسرعة وحزمة في هذه القضايا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.